السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وهنا وسعادة دايما على طول. النهاردة بقى يا حبايبي قلبي اللي انتوا شايفينه بوريهولكوا ده الكسكاس او الكسكسي زي ما بتقولوا عليه اهو. طبعا ده مفيهوش سمنة، شوفوا في الفلازر عادي. وده فيه سمنة اللي هو ينفع تحطي له شوربة او لبن. تعالوا بقى معايا اوريكم الطريقة. هنا بقى كده يا حبايب قلبي. على فكرة الكمية دي ما شاء الله، يعني شوية. كمية الدقيق دي 3 كيلو. بصي، هو انتي لو بتعمليه بدقيق فاخر بس مفيش مشاكل. احنا بالنسبة لنا عندنا قمح، يعني كنا جايبين دقيق قمح من بيتنا احنا، لا يعني من عند حد تبعنا وكده، فكنا جاي حاطين عليه دقيق قمح. انا هنا والله يا حبيبي اللي بكلمكم كل امانة، طبعا هنا كل اللي بنحط ليه مية وملح يعني علشان يبقى حايق. طبعا هي بنحط له ميه كده بالتدريج واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالميه واحده واحده لغايه ما نبسه قوي. يعني شفتي لما بنبس القرص اللي هي اللي بنقول عليها القرص مبسوسه، بنفضل نبس في الدقيق بالميه. طبعا القرص بتبسيها بسمنه دي ده كده. الدقيق ده نبسه كده بالميه، والميه دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. طبعا هنا بقى، طب ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، بس وريت له يعني وريتكم اول خطوه. وهنا زي ما انتم شايفين كده هتفضل تلف بيه كده على ايديها لغايه ما هتشوفه هيوصل لغايه حبايب قلب. ما تنسونيش يا ريت باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد بنزله على قناتي. وبشكر كل حبايبي اللي موجودين معايا على القناه، ويا ريت حبايب قلبي اللي لسه يشوفوني يدخلوا يكملوا الفيديو الاخر، ويا ريت تعملوا متابعه للقناه. طبعا زي ما شفتوا كده خدت من الطبق اللي هو البلاستيك ده، حطيت في المنخل ده اللي هو السلك. انتوا هتشوفوه هتعرفوه يعني، واحنا عندنا هنا بنقول عليه منخل سلك. المنخل اللي هو بنهز بيه. طبعا بتنزل منه اي حاجه ناعمه، وبتاخد اللي هي الحرشه شويه او الحبايه اللي هي الكبيره شويه، بتحطه هنا في الغربال الكبير ده. برضو غربال سلك كتير قوي في بلدنا او في الارياف في النواحي التانية البلاد التانية يعني هيعرفوا. طبعا كده زي ما انتوا شايفين هتهزوا كده. على فكرة والله هو طريقته سهلة جدا، يعني انا شفت ناس عاملاها بطرق تانية كده كتير، بس ما الصراحة مش زي ما احنا بنعمله خالص. طبعا كل واحد له طريقة، بس انا بوريكم ممكن انا استفيد من اللي انتوا بتعملوه وانتوا تستفيدوا بمعلومة من اللي احنا بنعمله. احنا ما الا بنساعد بعضيتنا في معلومات، يعني ممكن شخص يعرفها والاخر ما يعرفهاش، يعني للمعرفة مش اكتر. طبعا عارفين ان كل حبايبنا في الدول العربية وفي يعني في جوه مصر وخارج مصر بيعرفوا يعملوا كل حاجة يعني، بس احنا معلومات بنكمل بعضينا فيها بس. هنا طبعا خلاص قربت اللي هو تخلص الكمية الاولانية دي. هتحطه بقى على اللي هو اللي في الغربال الكبير اهو. واللي انتوا شايفينه بقى هنا ده على فكرة ده مش عاوز، شوفوا مش هيعلم في ايدي، ده خلاص يعتبر فيه اللي هو زي ده بس حبيبات رفيعة. لو حطينا عليها مية تانية هتعجن، فهنسيبها كده للاخر. هقولكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده هتبدأ بقى اللي هو شايفين نزل منه كمية كده الرفيع كله اهو. شايفين انا بوريلكم ما شاء الله عامل ازاي. هتفضل تعمل بنفس الطريقة كده، تدور بايدها في الغربال والكسكاس تحت ايديها. هو انا مش عارفة هو انتوا بتقولوا عليها ايه، بس احنا هنا بالنسبة لنا في بلدنا بنقول عليه كسكاس. زي ما انتوا شايفين بقى كده، شايفين الكمية ما شاء الله قلت خالص اهي. هنا بقى
يعني كل ما بتقرب تخلص بتحاول تفرد الكمية اللي تحت كده شوية علشان ما تتجمدش على بعض. هو عامة مش بيجراله اي حاجة، يعني انتي هتشوفونا في اخر الفيديو بنعبيه في الطبق تاني، ما هيكونش فيه اي حاجة خالص. بتمنى يا حبايب قلبي ان اكون فدتكم بحاجة في الفيديو ده وتكملوا للاخر عشان تستفيدوا منه. وما تنسانيش باللايك والاشتراك يا حبايب قلبي، طبعا فضلا وليس امر طبعا، الامر لله وحده يا حبايب قلبي. هنا كده بقى خلاص كانت اخر كمية معاها. انا هنا بوريلكوا تحت اهو. طبعا انتوا عارفين احنا عاملينه على ايه. الملاية البيضة اللي هي فرشاها دي المفروض ان هي بيضة يعني احنا مخلينا على قد اللي هو لو بنعمل قرص او اي حاجة اللي هو طبعا فيها زيوت او سمنة، مخلين دي على قدها. وهنا طبعا هي مغسولة، بس عارفين اثر البقع السمنة او الزيت بتعلم، فبنفردها بنعمل عليها الكسكاس كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى خلاص انا كنت بخش منها بقى المية، شايفين الكمية دي اخر حاجة هتعملي، يعني مش هتحط عليه مية تاني بقى. انا مرضتش اخليها تحط مية كتير لانه مش هتعرف تكمله للاخر طبعا، علشان انتوا هتعرفوا دلوقتي. يعني هنا بحاول اوريلكم اهو. لا بقى خلاص كانت قربت تخلصوا. شايفين هي كده حطت بقى الكمية اللي كانت في الطبق. اللايك يا حلوين. هنا بقى خلاص، يعني انا كنت بحاول على قد ما اقدر والله اسرع في الفيديو علشان ما نطولش عليكم. هو انا عايزه اقولك على حاجه. هو ما شاء الله الكسكاس ده بيبقى بالداية الفاخر، اللهم بارك بألف هنا، بيبقى ابيض جدا، بيبقى ما شاء الله عامل ازاي. طبعا بما اننا عندنا في حد جايب لنا اللي هو دي القمح، ربنا يبارك لهم يا رب. طبعا حطينا من ده على ده يعني. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى الناعم اللي اتفضل في الاخر خالص نفس ده كده، بس اللي هو ناعم شويه. قلبنا كبينا الناعم يجي طبق فديدة ما يجرالوش اي حاجه خالص. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ انا مش عارفه والله الكاميرا ساعات بتعمل كده، بس هنا شايفين بقى عامل ازاي. هنا بقى يا حبايب قلبي جينا للحاجه المهمه علشان نسوي الكسكاس ده كويس ويبقى مظبوط معانا. شايفين حله البخار دي؟ طبعا عارفه ان في ناس كتير بتقول عليها حله بخار، وناس بتقول عليها حله كسكاس زي احنا هنا كده، او حله سليق المكرونه على البخار. والله مش عارفه هو انتوا بتقولوا عليها بالظبط، بس اللي انا وريتها لكم اهي، اللي هي قطعتين مصفى وحله. طبعا حله تحت حاطين فيها ميه، يعني يجي حوالي 500 جرام ميه، يعني حوالي نص كيلو كده او كيلو. لا يا جماعه بصوا، هو كيلو حلو، كيلو من الميه تحت، ويبدا اللي هو يغلي، ونروح حاطين الكسكاس في الحله اللي هي المصفى اللي القطعه اللي فوق دي زي ما انتم شايفين. وبنجيب اي فوطه اي ملايه بيضه او اي قطعه قماش عندك بتحطيها على الوش علشان تمتص اي بخار بيطلع في الغطا وما ينزلش عليه ويعمل اللي هو عجينه، يخليه عجن. طبعا يعني أنا زي ما انتوا شايفين كده، هي بعد لازم ان هو سخن نفضيه ونفركه كده على طول، اللي هو آه نفك الكلاكيع دي وهو لسه سخن. طبعا اللي هي بتحطه هنا ده، طبعا اللي بتحط دي حماتي او عمتي. هنا بتنزل في الطبق الصغير ده، مش هنحط عليه سمنه، يعني انا حبيت اشيله في الفريزر وابقى اطلعه في اي مره احط عليه شوربه، بيبقى جميل.
طبعا ما ينفعش نشيله في الفريزر وهو عليه سمنه. زي ما انتم شايفين كده هنا السمنه اهي ما شاء الله. السمنه طبعا بناخدها من الطبق او البلاستيكيه دي، يعني مش مسيحينه ولا حاجه، علشان هو سخن، يعني اللي هينزل عليه اساسا هيجمد على طول. عفوا، معلش انا اسفه. هيفك على طول، لان طبعا الكسكس سخن قوي. هي طبعا الكاميرا هنا والله مش مبينه على الحقيقه على طول. هنا بقى كده خلاص اللي هو فكناه. وهنا طبعا الافلاجيه دي قاعده تاكل ما سيبناش خالص بره او جوه، لازقه كده. هنا بقى خلاص هي خلصت، بس بتحاول لو لقيت كلكعه صغنونه كده بتحاول تفكها. يا حبايب قلبي الكسكس اهو، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. بألف هنا وشفا لله اكل يا رب. بتمنى ان انتوا يا حبايبي تجربوه. وهنا بقى كده هوريكم طبعا ده الكيس اللي هو مفهوش سمنه، شيله في الفريزر، ووقت ما بحب اللي هو اكل منه بنطلعه. انا عايزه اقول لكم الكميه اللي في الطبق دي ما شاء الله كتيره. احط دلوقتي في طبق صغير اللي هو اهو هتشوفوا دلوقتي. ده طبق استانلس غويط على فكره فمليان يعني. انا هحط في طبق الاستانلس ده اللي هو الاكل. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هتقولوا مثلا حد هيدخل يقول هو انا مش بعمل في حاجه قدام الكاميرا، قال مثلا على اي حاجه، يعني مثلا حاجه زي اللي انا حشتها دي طبعا زي حته اللي هو قماشه او قطعه من بنطلون قديم اللي هو عند حماتي عادي بنمسك بيها في المطبخ. شايفين دي الشوربه ما شاء الله. هو عامه يعني هنا في البلد عندنا الكل ما بيعملوش الا على الشوربه بتاعه البط، يعني بنعمل الكسكس هنا على شوربه البط لان بصراحه بيبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده انا هحط شوربه، بس انتوا هتتخيلوا انه هي مثلا كتيره هيعجن او هيبوظوا او كده، لا هو انا بحط على كميه الشوربه زي ما انتوا شايفينها كده، هي باينه اهي. اغطيه بقى لمجرد دقيقتين 2. هو انا هنا كده مش عارفه هو انا غطيته ولا لسه، لا هنا لسه هغطيها وهسيبه دقيقتين. شايفين بعد كده بقى بيشرب الشوربه ويبقى منطور زي الرز كده ما شاء الله، بيبقى جميل جدا. انا ما بعرفش اعمله غير كده طبعا. ولو باللبن مسكر برضه هيبقى نفس الطريقه، هتغلي اللبن وتروحي حاطه السكر على حسب مثلا ما انت بتحبي، او مش عايزه تحطي خالص.